السلام عليكم ومرحبا بكم، وان شاء الله تكونوا ديما بخير وعلى خير. رجعت لكم بفيديو جديد. وصفة تاع اليوم تهبل، واحد البريوش هايل خواتاتي، تحفة وبنة وخفة. لاحظوا معايا حتى الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الف صلاة وسلام. معكم مطبخ ام ميار. ما تنساونيش من الجام خواتاتي وتعليقات الشابة كيما نتوما. لاحظوا معايا، قولوا بسم الله توكلنا على الله. جيبوا ربع مغارف كبار تاع سكر على حسب الذوق. هاكو تشوفوا، لا بغيتوا تنقصوا في السكر نقصوا، انا بغيتو حلو بريوش هذا. نزيدوا كيس تاع فاني مع صفر بيضاء. نزيدوا 3 مغارف كبار تاع نشا خواتاتي، عفوا 3 مغارف كبار تاع نشا بالطريقه هذه. يعني هذه كريم باتيسير خواتاتي. نخلطوا مكونات الجافة في بعضها. اكو تشوفوا، نزيدوا ربع تاع حليب خواتاتي. انا درت كاس وربع تاع حليب. اكو تشوفوا، خلطي بالطريقة هذه مليح. نزيدوا الكاس تاع الحليب الاخر ما شاء الله. نضيفوها على النار ونبقاو نحركو باش ما تلصقش وتتحرقش بالطريقه هذه. راكم تشوفوا، يعني جات كريم هايله خواتاتي ما شاء الله. نشوفوها كي تختار نحيوها من النار. شوفوا الكريم تاعنا جات ما شاء الله، يعني تحفه. ما عندهاش كريم باتيسير وما شراتش، غير تخدمها في الدار وهي صلحت. هاكو تشوفوا، راح نغطيوها بالكيس بلاستيكي هذا اللي هو طابي اليمونتير باش ما تديرش معنا القشره من فوق يابسه. راح نروحوا للعجنه خواتاتي. نديروا مورف كبيره تاع الخبز، يعني خميره، ونزيدوا نضيفوا مورف كبيره تاع خل، يعني بالكم بلي الخل محسن العجين. اكو تشوفوا، نزيدوا نص كاس من الزيت. ميلونجيو المكونات في بعضهم. نزيدوا رشه تاع ملح. نزيدوا كيس تاع فاني خواتاتي. لاحظوا معايا، كاس حليب بالحجم هذا، ولا بغيتوا تضاعفوا الكميه ديروا كاس حليب كبير. تحركي بالطريقه هذه. راح نزيدوا نضيفوا بيضه كامله مع بياض البيض تاع بوبيلات اللي نحيناه وحطيناه في الكريم باتيسير. راكم تشوفوا خواتاتي، نحركوا بالطريقه هذه. راح نزيدوا كيس تاع خميره الحلويات، يعني جا بريوش ما شاء الله. قلت نجربوا معكم وتشوفوه. نزيدوا نضيفوا لهنا كاس تاع فرينه مغربله بالطبع. نقفلوا الميلونج تاعنا خواتاتي بالطريقه هذه. نقفلوا عليه مليح كيركح وضعف حجمه. نحيو عليه كيس بلاستيكي. نزيدوا نضيفوا عليه كاس ثالث تاع الفرينه. نزيدوا كاس الرابع. انا درت 4.5 تاع فرينه خواتاتي، يعني 4 كيسان ونص تاع فرينه باش تجملت لي العجنه. راح نحرك غير بالمغرفه على الاول هكا، نلمها يعني الطريقه هذه. جات ما شاء الله، يعني جات عجنه هايله خفيفه. ها هو الكاس، يعني الكاس هذا فيه نص كاس تاع فرينه خواتاتي. شوفوا، راح نلمها دركا بيديا هكا الطريقه هذه.
من الخفة عييت نحكمها خواتاتي والله ما شاء الله. يعني جربوه وتعرفوه باللي راهو خفيف بزاف. شوفوا لهنا تلمت معايا. راح نضيفوا عليها 2 مغارف كبار تاع زبده اللي هي المارغرين. شوفوا تعجنيها مليح، تدخليها مليح هكذا. ما شاء الله. راح نزيدو نخليوها تركح مليح واحدة نص ساعة هكذاك. شوفوا لهنا كي دارت نص ساعة معنا. رايحين نخدموها دركا ونشكلوها. هاكو تشوفوا راح نرش بلون دو طرافاي تاعي بالفرينة. راح نحي الجزء الاخر نحطه بجيه ونخدم الجزء الاخر بالطريقة هذه. شوفوا راح نحلها بالحلال ونرش الفرينة باش ما تلصقليش هكذا. متحليهاش بالسمك رقيق بزاف، خليها غير شويه بركه هكذا شوي برك. شوفوا كيف جات معانا كريم باتيسير تاعي خواتاتي. خليتها حتى نشفت. راكم تشوفوا انا راح نحلها بالبراميكسر. هذا هو ترجع معانا كريم ولا اروع. شوفوا معايا شوفوا كيف رجعت. ها هي كي راح نضيف كريم باتيسير العجنه تاعنا خواتاتي بالطريقه هذه. شوفوا راح نسطحها هكا. شوفوا يعني جاب ريوش ما شاء الله، يعني مليح للسحور تاع رمضان ان شاء الله لا كنا ملحيين. شوفوا يعني تواسيها مليح مليح. شوفوا نزيدو نحيو لها الاطراف الزايدين هذوك. شوفوا لازم تجي معنا مستطيله. شوفوا نحيت لها الاطراف زايده. راح نقسمها دركا. لازم كي تقسميها قد قد. شوف ما شاء الله. دركا انا نقسم فيها باش نشكلها. راح نزيد نقطعها هكا باش تسهل معايا. راح ندهن البلاط تاعي خواتاتي بالزيت ونزيد نرش عليه شوي فرينه باش نبدا نطيب. راني رشيت عليه الفرينه لهنا. يعني بريوش سهل وبسيط، مكوناته موجوده في اي بيت، يعني ما يتطلبش بزاف وقت. هايل. شوفوا كيفاه راح نروليه بالشكل هذا. شوفوا تروليه ل3 خطرات وتحطيه في البلاط. شوفوا حبة ثانية تبعوا معايا. نحروليه ل3 خطرات ونحطه. خلي لي سباس ما بيناتهم باش ما يتنفخش ويلصق في بعضاه.
شوفوا هكذا بالشكل هذا. يعني زربت لكم الفيديو باش ما يديش معنا الوقت بزاف. يعني ما شاء الله تحفة. شوفوا نخليه لهنا يقعد ربع ساعة يطلع مليح. جبت صفار بيضاء خواتاتي، زطفت عليها شوية حليب، يعني نقولوا 2 مغارف حليب، ونبقى ندهن البريوش تاعنا بالطريقة هذه. شوفوا لازم ندهنو كامل خواتاتي. انا درت 2 تاع لي بلا تاع البريوش. نجيب الكاوكاو مرحي خواتاتي، يعني رحيته في الاشوار تاعي، رحيته مليح، قليته ونحيت له القشاور تاعو ورحيته عفوا، واني ضفته دركا على البريوش من فوق. يعني ما شاء الله. شوفوا النتيجة خواتاتي، يعني البريوش ولا اروع ما شاء الله. شوفوا مليح فطور تاع الصباح، مليح ان شاء الله في السحور. شوفوا تحفة. شوفوا كيف خفيف، ما تصوروش كيف خفيف خواتاتي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. شوفوا النتيجة تاعو ان شاء الله. تبقاو على خير خواتاتي مع فيديو اخر ان شاء الله.